مرحبا بكم. نقدم لكم فهذا فيديو نظرة تفصيلية على أبرز أحداث الحلقات الست من مسلسل لعبة الحبار، والتي جاءت مليئة بالتقلبات النفسية والصراعات الأخلاقية والمواجهات المصيرية. عزيزي مشاهد، لا تنسى اشتراك في قناة فضلا، فهذا يشجعني. تفاعلوا يا أصدقائي لنستمر أنا وأنتم. وإن فلنبدأ. الحلقة الأولى. لعبة الغميضة تبدأ بدماء. تبدأ الأحداث بخطة خطرة تتسلل فيها نويول إلى داخل اللعبة متخفية بهدف تنفيذ مهمة سرية تهدد كيان النظام بأكمله. وسرعان ما تعلن اللعبة عن جولة جديدة تعرف بالغميضة، ولكنها ليست كما نعرفها. يقسم اللاعبون إلى فريقين، الأول يحمل المفاتيح والثاني يتسلح بالسكاكين. في هذه اللعبة الخطأ يعني الموت، ولا مكان للرحمة أو التراجع. الحلقة الثانية، مواجهة القلوب السوداء. يتصاعد التوتر في الحلقة الثانية من مسلسل لعبة الحبار عندما يواجه غي هون خصمه القديم. داي هو كانغ في اشتباك دموي هو الأعنف حتى الآن. في موازاة ذلك، تعيش جون هي كيم صراعاً داخلياً عميقاً، حيث تنفجر أزمة نفسية دفينة تضعها أمام اختبار وجودي قد يغير ملامح شخصيتها بالكامل. الحلقة الثالثة، جزيرة الأسرار وطلب النجدة. تنجح فرقة جون هو في الاقتراب أكثر من تحديد موقع الجزيرة التي تدار فيها اللعبة. وفي خط درامي موازن، تستنجد غوم جا جانغ بالبطل غي هون لإنقاذ جون هي وطفلها، ما يدفعه إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر. في المقابل، يتداول القادة المشرفون على اللعبة اقتراحاً سرياً من شأنه أن يعيد صياغة قواعد اللعبة من الأساس. الحلقة الرابعة، الاختيار بين الحياة والضمير. تبلغ الأحداث ذروتها في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة الحبار، حين تجد جون هي نفسها على مفترق طرق مصيري سيحدد مصيرها ومصير طفلها غي هون. فيواجه اختباراً أخلاقياً قاتلاً يجبره على المفاضلة بين إنقاذ حياته أو التمسك بإنسانيته، وذلك قبل الانطلاق نحو المرحلة النهائية من اللعبة. الحلقة الخامسة، قلب القواعد. وخيانة العدالة. تحاول نويول كسر القيود المفروضة على اللاعبين عبر تعديل قواعد اللعبة من الداخل، لكن هذه المحاولة الجريئة تنقلب ضدها وتضعها تحت تهديد مباشر. في المقابل، يجد غي هون نفسه أمام تحد وجودي جديد. هل يختار البقاء على قيد الحياة بأي ثمن، أم يضحي من أجل من تبقى؟ قراره سيقلب موازين اللعبة إلى الأبد. الحلقة السادسة، النهاية الكبرى. من هو العدو الحقيقي؟ في الحلقة الأخيرة، ينجح جون هو في الوصول إلى الجزيرة في اللحظات الحرجة، بينما يخوض اللاعبون الجولة النهائية في عالم بات مجرد ساحة للبقاء خال من أي ملامح إنسانية. وفي لحظة ذروة درامية، تكتشف الشخصيات ومعها المشاهدون الحقيقة الصادمة: الخطر الأكبر لم يكن في اللعبة، بل في نفوس البشر أنفسهم. بهذا الموسم الثالث، يقدم مسلسل لعبة الحبار سرداً درامياً مكثفاً وعميقاً حول الطبيعة البشرية حين تجرد من الأخلاق، ويغوص أكثر في دهاليز الصراع بين الإنسان ونفسه. ومع الحديث عن أن هذا الموسم قد يكون الأخير، يبقى السؤال: هل تعلمنا شيئاً من اللعبة، أم أننا كنا دائماً لاعبين فيها دون أن ندري؟